المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. ندوة حول ضمان حقوق الطفل والقضاء على الممارسات الضارة بالمرأة. دعوة لتعزيز دور الآباء في الثقافة والرياضة والصحة في المدارس. نجاح نمو زراعة الأشجار في حينبة. واشنطن تعلن إفشال اختطاف سفينة وترسل حامل الطائرات لخليج عدن. كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية. وعاصفة شتوية عنيفة تضرب أوكرانيا وتتسبب في انقطاع الكهرباء. السلام عليكم ورحمة الله. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مدينة بارنتو ندوة يوم 23 من نوفمبر لتقييم تنفيذ برامج حقوق الطفل والحد من الممارسات الضارة بالمرأة. وناقشت الندوة التخطيط الاستراتيجي وحقوق الطفل والحقوق الأساسية للمرأة وأضرار ختان الإناث وزواج القاصرات والحقوق القانونية للمرأة والطفل. بالإضافة إلى ذلك تم تدريب المشاركين في تنفيذ برامج القضاء على الممارسات الضارة وضمان حقوق الأطفال. وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم القاشبرك السيد فرانكو كوبابا إن لجنة إقليمية مكونة من 7 أعضاء شاركت في التدريب الوطني في باتكالا وعدت خطة استراتيجية للقضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة. وقال إن العمل يجري بجدية لضمان حقوق الأطفال. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإنابة السيد تسفى جبريل جبرسلاسي إنه يتعين على المنظمات المجتمعية تنظيم أنشطة وحملات لرفع مستوى الوعي العام وإنزالها حتى مستوى الضواحي. ودعا حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي اللجان على القيام بحملات مكثفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية ضد الجناه وتحسين أساليب التنظيم والنشر والحملات التوعوية للقضاء على الظاهرة نهائيا. دعا مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ ستيفانوس جبر هواريات إلى تعزيز دور أولياء الأمور للدفع ببرامج الثقافة والرياضة والصحة في المدارس. وقال إن البرنامج ينفذ في 310 من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بخطة وضعها المكتب ومتابعة جهات معنية. وذكر وجود 11 نوعا من الأنشطة الرياضية للجنسين وتنفذ عبر اللجنة المقامة على مستوى الإقليم ومعلمي الرياضة. وأوضح القيام بعمليات تفتيش صحية للطلاب من شهر أكتوبر وحتى شهر يونيو بتعاون جميع الشركاء وخاصة وزارة الصحة. ودعا أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم في المشاركة في البرنامج إدراكا لأهميته. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية عد قيح نجاح نمو شتول الأشجار المزروعة بالنفير الشعبي في ضاحية حينبة بفضل الحراسة المشددة ومتابعة إدارات الضواحي ولجان القرى. وأوضح مسؤول نقطة حينبة في المكتب السيد كستي الرفي أن برنامج التشجير الذي بدأ عام 2017 ب5,000 شتلة وصل حاليا لأكثر من 85,000 شتلة ويسهم في الاستقرار البيئي. وأشار مدير ضاحية حينبة السيد جمال محمد شفا إلى الدور الشعبي في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير المنفذة. ودعا العاملون في حراسة الأشجار لتعزيز دور إدارات الضواحي في أعمال الحراسة التي تحقق نتائج مرضية. من ناحية ثانية تجري أنشطة نفير لصيانة الطرق التي جرفتها السيول المؤدية من عد قيح إلى قرى حينبة والعلاي حنبرتن وتحتاي حنبرتن وعبوخ لرقه. كرمت مدرسة دار قاولوس وعد أبيتو الابتدائية والمتوسطة طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2022-2023 في حفلين نظما يوم 26 من نوفمبر.
وكرمت مدرسة دعارو قولوس 29 طالبا، بينما كرمت مدرسة عد أبيتو 20 طالبا. وأوضح مدير المدرستين أن تشجيع الطلاب المتفوقين يدفع الطلاب لمزيد من التميز التعليمي ويخلق التنافس بين الطلاب. وأكد أولياء الأمور على أهمية التكريم المقدم للطلاب لمواصلة التفوق. عقدت سيمينارات حول توريث التاريخ لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية في مديرية الدخالة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد جمال نور إن السيمينارات التي عقدت في 8 مدارس من الأول وحتى 17 من نوفمبر تناولت تاريخ الاستعمار وتصدي الشعب الإريتري وكذلك النضال من أجل الحرية والدفاع عن السيادة. ودعا مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ تسفاي سبهاتو الطلاب للاستفادة من الفرص المتاحة والتركيز على دراستهم وضمان مستقبلهم. واقترح المشاركون تنظيم ندوات تثقيفية مماثلة على مختلف المستويات بدءا من مرحلة رياض الأطفال. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت واشنطن إفشال البحرية الأمريكية محاولة استيلاء مسلحين على سفينة تديرها شركة مملوكة لإسرائيليين في خليج عدن، كما قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه المدمرة الأمريكية ماسون التي كانت في منطقة العملية وفشل في إصابة الهدف. كما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات أيزنهاور والمجموعة الضاربة المرافقة لها عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى مياه الخليج لدعم مهام القيادة، وستقوم بدوريات في مياه الخليج العربي لضمان حرية الملاحة. وقال مسؤولان أمريكيان إن المدمرة ماسون استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، وتأكدت أنها آمنة وساعدت في ضمان سلامتها. وفي وقت سابق قال مسؤول دفاعي أمريكي إنه يعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط سنترال بارك في خليج عدن. يأتي هذا الحادث بعد استهداف الحوثيين سفينة في وقت سابق واحتجاز سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي. أرسلت كوريا الشمالية قوات إلى حدودها الجنوبية لإقامة نقاط حراسة كانت قد أزالتها بموجب اتفاق العام 2018 مع سيول، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي بعدما أطلقت بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس أثار توترا. وردا على إطلاق القمر الذي أجج التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول أنها تعلق جزئيا العمل بالاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود، ما دفع بيونغ يانغ إلى التوقف كليا عن تطبيق الاتفاق. وقال مسؤول في الجيش لوكالة فرانس بريس إن بيونغ يانغ أرسلت في الفترة الأخيرة طواقم مسلحة لإقامة نقاط الحراسة مجددا. ونشرت كوريا الجنوبية قدرات مراقبة واستطلاع عند الحدود منذ إطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي، وقد اعتبر الجيش الكوري الجنوبي هذه الخطوة إجراء أساسيا للدفاع عن البلاد في وجه تهديدات كوريا الشمالية المتنامية. اجتاحت عاصفة ثلجية عنيفة أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن أكثر من 2000 بلدة في 16 منطقة، فضلا عن إغلاق أكثر من 12 طريق سريع أمام حركة المركبات. وكشفت السلطات الأوكرانية أن 2019 بلدة غرقت في الظلام عقب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة العاصفة التي صاحبتها رياح عاتية. ولفتت إلى أن العاصفة أحدثت فوضى على الطرقات واضطرت 1370 شاحنة إلى التوقف مؤقتا، فيما تم سحب 840 مركبة بسبب تراكم الثلوج الذي وصل ارتفاعه في بعض الأماكن إلى مترين. وأشارت السلطات إلى أن جنوب ووسط البلاد كانا الأكثر تضررا من ظروف الطقس القاسية،
موضحة أن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر، كما أنه تم تسجيل هبوب رياح قوية. تتواصل عمليات إنقاذ واسعة النطاق بحثا عن 13 شخصا فقدوا بعد غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر قبال السواحل جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجا مع هبوب رياح قوية في المنطقة. وانتشلت مروحية تابعة للقوات البحرية اليونانية أحد أفراد طاقم سفينة الشاحن رابتر وفقا لقفر السواحل، ونقل إلى مستشفى ليسبوس العام. وأكد المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو لوكالة فرانس بريس أن هذا الشخص في حالة صدمة بدون تقديم مزيد من التفاصيل، وما زال مصير أفراد الطاقم 13 الآخرين مجهولا. وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل، ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية. وأفادت السلطات بأنه كان على متن السفينة طاقم مؤلف من 14 شخصا، وأوردت أنها محملة بشحنة من الملح وغرقت على بعد 4.5 ميل بحري جنوب غربي ليسبوس بالقرب من السواحل التركية. في ختام هذه النشرة في مالي تذكير بالعناوين. حول ضمان حقوق الطفل والقضاء على الممارسات الضارة بالمرأة. دعوة لتعزيز دور الآباء في الثقافة والرياضة والصحة في المدارس. نجاح نمو زراعة الأشجار في حينبة. واشنطن تعلن إفشال اختطاف سفينة وترسل حامل الطائرات لخليج عدن. كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية. وعاصفة شتوية عنيفة تضرب أوكرانيا وتتسبب في انقطاع الكهرباء. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.